DNA مساء الخير وكل عيد استقلال وانتم بخير. بصرف النظر عن المواقف السياسية والفكرية والنقاشات وكيف أخذ لبنان استقلاله وكيف كان لازم ياخذ استقلاله وكل هالنقاش يلي ما زال حتى اليوم شغال وبيبين بين وقت وتاني بكتابات أو مؤلفات أو أعمال بحثية. بصرف النظر عن كل هالشي، يوم الاستقلال ب 22 تشرين الثاني من كل سنة وقبله بيوم هن يومين بيجمعوا اللبنانيين. في كتير فولكلور، في كتير ادعاءات أو مبالغات حول الاستقلال، حقيقة الاستقلال، منسوب الاستقلال، كل هالحكي موجود. إنما الحد الأدنى من التقاء اللبنانيين بهالنهار بيتجسد إن كان على مستوى رموز الدولة وأركانها أو على مستوى الإعلام يلي بشكل شبه موحد بينقل وقائع هاليوم على وعسى اللبنانيين بيعيشوا فكرة الوطن الواحد الجامع، ولو عبر الشاشة ولو من خلال استعراض. برجع بقول في كتير من المكونات الفولكلورية. إنما المفارقة بعيد الاستقلال 69 إنه في محطة تلفزيونية خرجت بشكل كتير نافر عن الإجماع التلفزيوني امبارح بنقل أو بعدم نقل خطاب الاستقلال لفخامة رئيس الجمهورية. بالوقت يلي كل اللبنانيين كانوا عم يتابعوا على المحطات المحلية، في محطة وحدة كان عندها عرض خاص. ونعمل على تعزيز سيادتنا وتنقية سياستنا الداخلية والخارجية من الشوائب التي اعترضتها. وبالرغم من ذلك لم يتورع البعض بدوافع شتى، منها التعاطف أو الارتهان، من توريط أنفسهم بطرق مختلفة في منطق العنف الإقليمي والمصالح الإقليمية، ومن تعريض لبنان لمخاطر الانزلاق نحو منحدرات الفتنة. هذه التجربة يجب لاحقا أن يتم دراستها. كل محطات لبنان عم تنقل خطاب فخامة رئيس الجمهورية بيوم الاستقلال ما عدا المنار. كأن في حزب عبر إعلامه عم يبعث رسالة لكل اللبنانيين إنه بلبنان في جمهوريتين، في جمهورية حزب الله والجمهورية اللبنانية، وثائب إنه خطابي رئيسي هالجمهوريتين تزامنوا مع بعض، فطبيعي وبديهي إنه كل جمهورية تعطي الأولوية بإعلامها لرئيسها. بهالبساطة الواحد في يفهم ليه المنار امبارح ما نقلت خطاب الاستقلال لرئيس الجمهورية. هيدي مش قصة عابرة، انه شو الشيء الاستثناء امبارح بخطاب نصر الله يلي ما كان ممكن ينطر يوم او يومين او على القليل لانتهاء كلمة رئيس الجمهورية. ما في شك انه عاشوراء مناسبة عزيزة جدا بوجدان هالجمهور، بس شو كان بضر المناسبة وقيمة المناسبة لو تعدل البرنامج استثنائيا ولمرة واحدة فقط وما طل نصر الله امبارح او طل مأخر شوي؟ شو بضر لو انبعثت رسالة للبنانيين الاخرين انه نحن بحزب الله جزء من المشاعر الوطنية الجماهيرية لهالبلد، يا خيي جزء من فولكلور البلد، خصوصي بلحظة فيها اعلى درجات الشكوك المتبادلة، حتى ما اقول شكوك فريق من اللبنانيين بمستوى ومنسوب لبنانية حزب الله. مين كان بينضر من هالشي؟ ولا حدا. حتى بيان حزب الله عن الاستقلال ما قدر إلا يروح من العنوان العام، من العنوان الجامع، للعنوان الخلافي بين اللبنانيين. كأن بشار الخوري ورياض الصلح وعادل عسيران وصبري حمادي ومجيد إرسلان كانوا بوقتها ب 43 مختلفين على استراتيجية دفاعية أو على أمرة السلاح. بيان حزب الله بمناسبة الاستقلال بيقول إن حزب الله إذ يتوجه بالتهنئة والتبريك للبنانيين كافة بهذه المناسبة فإنه يدعو إلى المزيد من التوحد والالتزام بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة التي صنعت إنجاز التحرير في 25 أيار عام 2000، وكذلك النصر الإلهي الذي تحقق في عدوان تموز 2006. إنه شو خص معادلة الشعب والجيش والمقاومة بكلام عن الاستقلال اليوم؟ مش بس لأنه هيدي المعادلة موضع خلاف بين اللبنانيين، إنما لأنه هالمعادلة فيها فولكلور ومبالغات أكثر بكتير من فولكلور ومبالغات يوم الاستقلال. اللي أصلا شو بقي من معادلة الشعب والجيش والمقاومة إذا حزب الله نفسه مش حدا تاني رأيه إنه الشعب منقسم والجيش معتر وعقد حاله. ولا يوم من الأيام
كان في إجماع وطني على المقاومة أبدا. فيكم ترجعوا الأرشيف قبل 25 أيار، لقبل بكم ليلة من 25 أيار كان البعض بلبنان بعده بيحكي وبيقول دورة العنف، يعني سياسيين ووسائل الإعلام، دورة العنف في الجنوب ما في، مش بعترف مقاومة، قتال مشروع، قتلى ما في شهداء، مسلحين، مجموعات مسلحة. طيب إجماع وطني على المقاومة؟ لا يعني مع احترامي لكل من يدعي ذلك، لم يحصل في لبنان إجماع وطني على المقاومة، دائما كان في انقسام. ولم يحصل إجماع وطني على سلاح المقاومة، دائما كان في انقسام. بالأساس في مشروع أمريكي إسرائيلي اسمه ممنوع أن تكون هناك جيوش قوية في المنطقة، من أجل إسرائيل فقط، من أجل إسرائيل. المقبول قوى أمن داخلي بلباس الجيش. هلا بلبنان شو اللي عم ينعمل؟ جيشنا قوى أمن داخلي بس بلباس الجيش. عظيم. يعني الشعب ما معروف قد ايه في منه مع المقاومة وقد ايه في منه ضد او على الحياد على القليل. يعني ما فيك تفوت بمعادلة اسمها الشعب الا اذا المقصود انه الشعب هن بس يلي مع المقاومة والباقي مش من الشعب، شيء تاني، مكون تاني. ثانيا، عشو مطلوب ننصحك بالجيش بهالمعادلة الثلاثية يلي اسمها الشعب والمقاومة والجيش إذا رأي حزب المقاومة إنه الجيش عقد حاله ومسكين وأنجأ بيشتغل قوى من داخلي. يعني عمليا سقط من معادلة الشعب والجيش والمقاومة برأي المقاومة سقط تلتينا، سقط الشعب وسقط الجيش. طب شو بقي بهالحالة؟ بقيت المقاومة. إذا كل معادلة الشعب والجيش والمقاومة صارت المقاومة فقط لا غير. حتى ببيان حزب الله عن الاستقلال أساس البيان هو الشيء اللي مختلفين عليه اللبنانيين، الشيء اللي اليوم هو عنوان الاشتباك السياسي بين اللبنانيين. بس يمكن ما لازم كثير الواحد يستغرب، لأنه إذا عم نحكي عن قوى استقلالية يعني عم نحكي عن قوى ولاء الأول والأخير للبنان، قوى استقلالية بكل معنى الكلمة. خليني أحط على جنب رأي خصوم حزب الله فيه. هيدا رأي رئيس حكومة حزب الله بحادثة مثل حادثة الطيارة أيوب. تفضل. ضمانات الحقيقة بقدر اقول انه ما في ضمانات معينة، ولكن انا كنت شخصيا انه التوقيت، برجع بقول التوقيت لست التوقيت السليم انه يكون في نوعا ما من استفزاز وتحريك جبهة الجنوب بهذا الوقت الدقيق بالذات. طبعا انجاز ممتاز، ما حدا بينكر هذا الانجاز، ولكن من كل النواحي اذا انا بستعرضها، انا رئيس وزارة لبنان ما بقبل ايران تقول صارت عندي الصور وانا ورئيس جمهورية لبنان ورئيس وزارة لبنان ما معهم خبر بهيك طيارة. طيب إذا رئيس الحكومة عم بيقول إنه هو رئيس الجمهورية بموضوع عسكري، بموضوع يتصل بضرورات وموجبات وعناصر الأمن القومي ما معه خبر، في دولة أجنبية تانية مع خبر، عند المادة يلي رئيس الجمهورية ما عنده إياها ورئيس الحكومة ما عنده إياها، هيدا شو؟ هيدا وين بينسجم مع منطق وطبيعة الاستقلال والانتماء إلى مفردات الاستقلال؟ أنا ما عندي جواب. أبرز الأسئلة اللي سألتوها أو انسألتوا عنها حول هالموضوع هي التالية، والسؤال الأول: ليه المنار ما نقلوا رسالة الاستقلال للرئيس سليمان؟ الجواب البريء مشاكسة. الواضح أنه حزب الله معني بإرسال رسائل لرئيس الجمهورية تعبر عن عدم رضا الحزب من التمايز اللي عم يكبر بيناتهم، بين الحزب وبين رئيس الجمهورية. فخامة الرئيس من فترة عم يعبر عن اختلاف جدي بالأساسيات مع حزب الله، تحديدا بموقفه من السلاح، وتحديدا أكثر بموقفه من مرجعية الدولة الحصرية لهذا السلاح وقرار هذا السلاح. رسالة الطيارة أيوب كانت بمكان ما بين رسائل العديدة رسالة للرئيس سليمان ولنظرية أمرة الدولة اللي صار له فترة عم يحكي فيها. بالإضافة أنه الحزب غير معني بنقل خطاب مباشر لرئيس الجمهورية إذا كان بيعرف سلف أنه الخطاب على الأرجح رح يكون في انتقادات لأداء الحزب، وهيدا الشيء اللي فعلا صار عبر انتقاد غير مباشر لدور حزب الله العسكري بسوريا. الكلام من فخامة الرئيس. لم يتورع البعض بدوافع شتى، منها التعاطف أو الارتهان، من توريط أنفسهم بطرق مختلفة في منطق العنف الإقليمي والمصالح الإقليمية
ومن تعريض لبنان لمخاطر الانزلاق نحو منحدرات الفتنة. السؤال الثاني: قد ايه حزب الله بالمبدأ بيقدر يكون معني بالاستقلال؟ الجواب كتير 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 قليل. ليه؟ مسألة الاستقلال مسألة مرتبطة بتكوين أي فريق سياسي، مرتبطة بهويته، بطبيعته. يعني يا بيكون الفريق معني بالاستقلال انطلاقا من هويته الوطنية وعنده نوع من عصبية حول هالموضوع، يا أنه بتكون هويته الوطنية مختلفة، عنده رأي آخر بالهوية الوطنية. حزب الله بهالمعنى مش غريب أنه ما يكون عنده كتير حساسية عالية على موضوع استقلال لبنان خارج الإطار العقائدي للحزب. يعني الاستقلال فقط بيعنيه بالموضوع الإسرائيلي، بغير أطر أصلا الحزب رايح أبعد بكتير من مسألة التهاون بمسألة الاستقلال والسيادة. اسمعوا. ويتصورون عندما يقولون عنا حزب ولاية الفقيه أنهم يهينوننا. أبدا، أنا اليوم أعلن وليس جديدا، أنا أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه. في مكان آخر حزب الله بيعرف ولاية الفقيه بأنه هي المرجعية اللي لها علاقة بقرار السلم وبقرار الحرب عند من يؤمن فيها. بهالمعنى الاستقلال مش مسألة انتقائية، الاستقلال موقف مبدئي. ما فيك تكون مع الاستقلال هون وضد الاستقلال هونيك. ما فيك تعتبر انه الاستقلال عن اعدائك هو انجاز والتبعية لحلفائك مسألة عادية، مسألة من طبيعة تكوينك. السيادة ما بتتجزأ بالبلد، في ناس سياديين وفي ناس غير سياديين بالمعنى التقليدي الكلاسيكي للكلمة. كل اللف والدوران الثاني ما بينفع. المسألة هالقد واضحة. كل عيد استقلال وانتم بألف خير وتصبحوا على خير.